السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. هنعمل مع بعض كده كبسة يعني بلحم الحاشي اللي هو لحم الجمل. هنعملها بطريقة سهلة ومميزة جدا. عملت قبل كده في القناة كبسة فراخ وكبسة باللحمة برضو، بس طعم كبسة الحاشي طعمها حلو جدا ومختلف تماما عن اي كبسة تانية. كمان البهارات اللي هنضيفها عليها هتخلي طعمها مختلف وطعمها مميز. يا ريت بقى لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد بقدم. معايا كده الحلة. دي حلة ضغط هعمل فيها. طبعا لو مش متوفر عندك هتعملي في حلة عادية عادي خالص. هبتدي كده اضيف معلقتين من الزيت وهضيف عليهم بصلة. انا مقطعاها، مش مقطعاها قطع صغيرة قوي، يعني قطع خشنة كده وسط مثلا. وهبتدي اني اقلب فيها لمدة دقيقة، يعني بشوحها كده. انا مش عايزاها تاخد لون، انا مجرد ان هي يعني دقيقة واحدة بس. البصل بيدبل فيها. وبعدين هبتدي اني اضيف معلقة كده صغيرة من الثوم المفروم، يعني حوالي فصين كبار كده من الثوم المفروم. وهبتدي اني اقلبهم بقى كويس قوي لحد ما اشم ريحة الثوم كده تطلع معايا. وبعدين هبتدي اني اضيف البهارات. احنا هنضيف هنا بهارات نوعين، بهارات بودر وبهارات اللي هي السليمة اللي هي الصحيحة دي. هضيف كده البهارات البودر. هضيف معلقة كبيرة من الثوم المفروم، ومعلقة صغيرة من الكمون، معلقة صغيرة من الكركم. هضيف معلقة كبيرة من بهارات اللحمة. وهضيف كمان بابريكا، معلقة نص معلقة صغيرة من البابريكا. وكمان بضيف بصل بودر وتوم بودر. كل البهارات دي هضيفها، وهضيف كده ربع معلقة من الكركم. سوري، معلقة صغيرة من الكركم. طبعا ضفتها زي ما حضراتكم شايفين كده. وهبتدي اني اقلب البهارات دي كويس جدا. انا عايزة بقى ريحة البهارات دي تطلع معايا. طبعا كل البهارات اللي انا استخدمتها هكتبها لحضراتكم في صندوق الوصف لو حابين يعني تشوفوها. هقلب بقى البصل مع الثوم مع البهارات اللي انا ضفتها لحد ما ريحة البهارات طبعا تطلع. بعدين بعد ما بقلب كده هبتدي اني اضيف معلقة كبيرة كده من معجون الطماطم اللي هو الصلصة. وهقلبها بقى كويس جدا، هشوحها بس يعني لمدة نص دقيقة كده معاكم. وبعدين هبتدي اني احط اللحمة على اللحمة، طبعا على حسب الكمية اللي انت هتضيفيها. واللحمة بتاعتي يعني اي لحمة نعملها كبسة طبعا يفضل يكون فيها عظم. كل اللحمة لما يكون فيها عظم كل ما يكون تدينا شوربة دسمة شوية وبتكون طعمها حلو جدا. بتفرق تماما عن اما نكون عاملينها بلحم يعني صافي كده من غير اي عظم او دهون طبعا. هقلبها بقى كويس جدا. يعني عايزاها بقى تشرب من طعم البهارات. وبعدين هبتدي طماطمية كده كبيرة او طماطمين، طماطمتين وسط مبشورين وشايلة منهم القشر خالص. وهقلبهم بقى كويس جدا وبسيبهم لحد ما احس ان الطماطم دي زي اكنها كده اتسبكت مع اللحمة وكل حاجة انا ضفتها معاها. بسيبها حوالي 5 دقايق. وبعدين ببتدي ان اضيف البهارات السليمة. بضيف ورق غار وحبهان اللي هو الهيل. وبضيف لومي اللي هو الليمون المجفف. وبضيف فلفل اسمر حب وكمون حب وكزبرة حب. مش متوفر عندك اي حاجة من الحاجات دي عادي خالص، بس كل ما بنضيف البهارات كلها كل ما بتدينا طعم طبعا احلى بكتير. هضيف الملح، هملحها بقى. وبعدين اقلبه كويس جدا برضو عشان يتشرب الملح. طبعا احنا في الحلة الضغط بنضيف الملح مع اللحمة قبل ما تستوي. طب لو احنا هنعمل في حلة عادية مش نضيف الملح خالص الا لما نتأكد ان اللحمة استوت. هبتدي ان اضيف كده اغطي اللحمة دي بمية مغلية. وبعدين اسيبها بقى اول ما بتغلي زي ما حضراتكم شايفين كده اغطي عليها واسيبها على نار هادية. هبتدي بقى اني اوطي عليها خالص لحد ما تستوي. وبعدين انا بقى من النوع اللي ما بيحبش يعني طعم بقى مش عايزه بقى البهارات دي في قلب الرز، وكمان مش عايزه البصل. فهبتدي اني اصفي الشوربه دي
وكمان اخد اللحمه كده اركنها على جنب عشان احطها تاني في الرز، عشان الرز بقى ياخد كمان من طعم اللحمه وتكون كلها في قلب بعض. انا صفيتها هنا. معايا بقى كوبايه كده من الرز المغسول ونقعاه لمده نص ساعه، ومصفياه بقى كويس جدا. واول ما الشوربه بتبتدي ان هي تغلي محطهاش والشوربه بارده، لازم الشوربه تغلي وبعدين احط عليها الرز. اقلب بس تقليبه واحده كده، وبعدين اسيب اللحمه كده على الوش من فوق، وما وطيش عليها خالص ولا اغطي الحله لحد ما احس ان حبيبات الرز كلها بدات ان هي تطلع على الوش كده، والشوربه اللي فيها بدات ان هي تتشرب خالص. بضيف كده نص كوبايه من الزبيب، وده طبعا اختياري، لو مش حباه مش تضيفيه. وبغطي عليها واسيبها تستوي. بعد بقى ما بتستوي هوريكم شكلها. روعة، اللون بتاع الرز حلو جدا، كمان طعمها كان حلو قوي. في طبق كده هبتدي ان اغرفها زي ما حضراتكم شايفين. ريحتها والله كانت حلوة جدا، اللحمة دي مديها طعم مختلف عن اللحمة التانية. يعني لحمة الجمل دي بيكون طعمها حلو، يعني جربوها هتعجبكم. زي ما انتم شايفين ده شكل الطبق النهائي. يا رب بس يعجبكم، ولو جربتوه تقولوا لي رايكم في الكومنتات عشان اتاكد ان انا بقدم لكم كل المعلومات في الفيديو. هوريكم بقى اللحمه قد ايه مستويه، كمان الرز مش معجن خالص، مفلفل جدا. كوبايه الرز لو انتي نقعاه بتاخد كوبايه ونص من الميه او الشوربه، لو مش نقعاه خالص كوبايه الرز هتاخد كوبايتين من الشوربه، وده طبعا على حسب نوع الرز اللي انتي بتستخدميه. يا رب بقى الفيديو يعجبكم، ما تنسوش اللايك وتشتركوا في القناه عشان يوصل لكم كل جديد. ولو الفيديو عجبكم يا ريت ما تبخلوش عليا بكومنت حلو كده عشان اعرف ان الوصفه عجبتكم. واشوفكم فيديو جديد، مع السلامه.